بسم الله الرحمن الرحيم. وموضوع جديد كنت حابب اتكلم فيه مؤخرا، لان انا بعد مباراة مصر انتوا عارفين ان انا قلما ان انا بطلع اتكلم على منتخب مصر او اعلق على اي حاجة من اللي بتحدث عموما في الوسط الرياضي الكروي المصري الجميل العظيم بتاعنا. بتكلم بس عن النادي الاهلي، بختص بس النادي الاهلي في الملعب. ويعني بطلع كده في بعض الأوقات اللي بحس إني عايز أقول حاجة. والحقيقة من امبارح للنهاردة أنا حاسس إن الإعلام عايز يبلعنا فرحة بالعافية. يعني خد افرح، لازم تفرح، لازم تفرح، لازم تفرح إن مصر راحت كأس العالم. لا، مش فرحان. يعني مين قال لك؟ مين قال لك؟ أنا واحد دخل على 40 سنة، شفت منتخب مصر بيفشل في التأهل لكأس العالم 98، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 اتأهلنا، 2022 متأهلناش، و2026 إن شاء الله في كأس العالم. طيب، إيه اللي خلى الموضوع المرة دي مختلف عن أي مرة فاتت؟ أول حاجة، على رأي الفنان العظيم الفنان محمد سعد لما قال احنا مش هنروح كاس العالم، كاس العالم هو اللي هيجيلنا وفي تاكسي. هو تحس اللي بيحصل دلوقتي هو يعني حاجه شبه كده. في ايه؟ اول حاجه، انت كاس العالم اللي هو 32 فريق وخمسه من افريقيا، انت ما تاهلتش في اخر 40 سنه او اخر 30 سنه غير مره واحده اللي هي بتاعت 2018. غير كده انت فشلت من اول 94 وطوبة زيمبابوي، 98 2002 والسنغال والمغرب، 2006 الكاميرون وكوتيفوار، 2010 زامبيا والجزائر، 2014 الإذلال الأكبر من منتخب بلاك ستارز غانا 6-1، 2018 الفوز على غانا والكونغو هو اللي أهلنا، و2022 ضربات الجزاء اللي كلاكيت تاني مرة مع السنغال وخسرنا بضربات الجزاء وما تأهلناش. ده بالنسبة لي كان تصفيات كأس عالم. تصفيات كأس عالم يعني بتحط في مجموعة فيها فرق مصنفة، بتكسب، بتخسر، بتتعادل، بتجمع نقط، منافسك بيجمع نقط، بتسقط بيسقط. بتبقى العملية صعبة وفيها معاناة وفيها شدة وفيها تنشنة وفيها كل حاجة. لكن من اول ما عملوا زيادة لعدد الفرق والموضوع اتسهل، انت 9 من افريقيا بتأهلوا رؤوس مجموعات، يعني مجموعات في منتهى الضحك. بدليل حتى يعني انا واحد من الناس اللي بحب الكوره واتفرج على كوره، واعتقد ان زي كتير جدا اول حاجه وي ار نوت انترستد ان احنا نتفرج على منتخب مصر. سيبك بقى من الجزء الفني، اركن الفني على جنب دلوقتي. بس بكلمك في حالة شعب، حالة حد متيم بالكرة وبيحب الكورة. منتخب مصر بيلعب مع اثيوبيا ما يلعب مع جيبوتي ما يلعب مع مين، سيراليون ما يلعب. انت فاهم؟ الماتش اللي الواحد يمكن يتابعه في الذهاب او العودة هو ماتش بوركينا فاسو، يمكن ده المباشر المنافس المباشر بتاعك في المجموعة، والفرقة المصنفة اللي انت ما كنتش تعرفها قبل 98 في كاس افريقيا 98 بتاع بوركينا فاسو. فاذا انت مجموعه مفيش اتفه من كده، مفيش اتفه من كده. هي ماتشات وديه، اقسم بالله ماتشات وديه، ونتائجها بتدل على ذلك انها ماتشات وديه. ما تقنعنيش ان غينيا بيساو مخوفاك، ما تقنعنيش ان سيراليون مخوفاك، ما تقنعنيش ان جيبوتي ركبك بتخبط على الجيران، ما تقنعنيش ان بوركينا فاسو حتى انت كنت قاعد مشدود. لا، ما فيش فرق من الفرق. اثيوبيا يعني مجموعه فيها 6 7 فرق، تمام؟ انت يعني معديهم بكتير بكتير. واللي ما بيلعبش على ارضه واللي بيلعب بدون جمهور، ويعني ما فيش خالص يعني. تمام؟ كسبت كل الماتشات وتعادلت ماتشين، ففين الصعوبة؟ يعني ما فيش اي صعوبة. فاذا مش ما فيش اي حاجة. لو انت يعني انت من ساعة ما النظام ده اتعمل ومن ساعة ما المجموعات اتحطت كلنا مجزمين ان احنا هنروح كاس عالم. تقول لي ان التاريخ بيقول انك انت فرق كتير جدا صغيرة ما ساعدتكش على التأهل، زي ناميبيا في 2002، زي زامبيا في 2010،
زي فرق زيمبابوي في 94، زي الفرق دي مش مختلف معاك. بس لما بتبقى مجموعه كلها فرق صغيره، لا يعني اختلف معاك تماما. ان احنا من اول ما النظام ده اتحط، والنظام ده هو اكتر حد خدمه هو منتخب مصر. المغرب ما تاهل، شوف تاهل كام مره، تونس تاهلت كام مره، الناس دي بتتاهل على طول على فكره. يعني تونس كانت موجوده في كاس العالم اللي فات، المغرب كانت موجوده في كاس العالم اللي فات واللي قبله، وهكذا. تمام. شوف السنغال تاهلت كام مره، شوف غانا تاهلت كام مره، شوف الكاميرون تاهلت كام مره، شوف نيجيريا تاهلت كام مره. انت تاهلت 3 مرات، سنه 34، سنه 90، سنه 2018. فاذا النظام ده خدمنا. فهو التاهل تاهل سهل ومضمون، وما كانش فيه اي افتكاس ولا اي كيمياء، عشان نبقى على الدغري. فاذا الاعلام مش لازم يضغط اللي هو احنا ده حتى رياكشن لعيب. خلصنا الماتش، اول حاجه بنجيب الاجوال مبدئيا تحس ان احنا في ماتش ودي، خلاص اللعيب جاب جول، سلم على زميله بتاع كده يعني. صلاح بيجيب جول يعني يلا جول او خده بسطه. تمام. ما فيش اي حاجه. عكس صلاح لما جاب جول ولا جونين في ماتش في ماتش المؤهل لكاس عالم سنه 2017 لو تفتكر. تمام. كان في الكونغو ماتشين، سوري جونين في ماتش الكونغو. شوف كان فرحته عامله ازاي. شوف ماتش مهم، ماتش عايز يروح كاس عالم. تمام. فاللعيبه اوريدي كان وصل لها قصه ان احنا متاهلين مفيش مشكله خالص. تمام. بعد الماتش اللعيبه بتتصور وبتاع، بعدين ايه، سلموا على بعض وطالعين، لقوا الناس نزلهم وبياخدوا صور تذكاريه، وكله لازم يسلم على كله، وكله لازم يبوس ويحضن كله، وكله مع كله. فيلا نزيد في الزيطه. فرحه فيك، والله فرحه فيك. في لعيبه واقفه جنب بعض مش طايقه بعض، وباين قوي. اللعيبه بتتصور مع بعض وكله بيسلم على بعض وبتاع. بس يا جماعه مصطنعه يعني. الفرحه مصطنعه بتبان. احنا ناس قديمه في الكوره وعارفه. حتى في اوضه اللبس، اوضه تغيير الملابس، اللعيبه اللي بتصور بالموبايل، واللعيبه التانيه اللي بترقص وبتتحنجل وبتتعمل وبتاع. يا جماعه فرحه فيك. هي دي فرحه لعيبه مبسوطه بجد. فرحه كده ناس بتهزر وبتدردش. ده لو واخدين كاس مصر هيفرحوا اكتر من كده. فخلينا نحط الاطار المظبوط من يعني نحط الحدث في اطاره المظبوط. تأهل منتخب مصر تأهل طبيعي جدا جدا جدا، مفيهوش اي نوع من انواع الاكسترا مايل اللي حصل نتيجة ان المعطيات اللي كانت بتوديك كاس عالم اتغيرت تماما واتسهلت جدا جدا. فتأهلك مضمون بنسبة 100% إن لم تحدث مفاجأة من المفاجآت الكبرى في مجموعة زي اللي احنا فيها دي. اوكي؟ وما تقوليش اصل الكاميرون ممكن، السنغال ممكن، انا ماليش دعوة. انا النهارده انا كمنتخب مصر معايا المنتخبات العرة دي في مجموعة واحدة. هتأهل ولا ما تأهلش؟ لو تأهلت عادي، لو ما تأهلش تبقى كارثة. لكن ما تعاملش مع ان الكارثه ما حصلتش ان ده انجاز. ده عشان نحط نقط على الحروف. خلاص. فده الاطار بتاع ان الحدث ان مصر تروح كاس عالم ده كان حدث كبير، ولكن هو ما بقاش نظرا لتسهيل المهمه بنسبه كبيره جدا جدا جدا. ده رقم 1. رقم 2، حسام حسن صاحب انجاز ولا لا؟ هو صاحب انجاز ومش صاحب انجاز. صاحب انجاز انه قدر يحط لنفسه برواز معين لمدرب منتخب مصر، وقدر انه يبقى عنده من المرونة التكتيكية، وان هو يلعب بطرق مختلفة، وبيجرب لعيبة كتيرة، وبيشوف لعيبة مختلفة من الدوري المصري، وبيوظف اللعيبة دي، وعنده جرأة وعنده شجاعة في بعض القرارات وتحفظ في بعض القرارات. ويعني شخصية حسام حسن التدريبية اتطورت بشكل معقول نظرا للمستويات الفنية وليس مستويات المباراة اللي شفناها في الماتشات الودية المؤهلة لكأس العالم. يعني دي ماتشات ودية. خلاص.
فاذا انت النهارده ما تقدرش تبخس من حق حسام حسن او تضخمه، او تضخم الانجاز وتضخم العمل. اوكي طيب هتقول لي كاس افريقيا هو الحكم على حسام حسن؟ هقول لك مقبول لانك انت دي بطوله من البطولات اللي بقى فيها الفرق بتتجمع وبتدخل معسكر وبعد كده ماتشات متصاعده متدرجه، مجموعات ثم دور 16 8 قبل نهائي في نهائي. تمام، ده ممكن نقدر نحكم على كابتن حسام حسن، ولو ان كابتن حسام حسن معهوش لعيبه سوبر. يعني احنا خلينا متفقين ان مستوى اللعيبه في مصر، مش هتكلم على العالم، مستوى اللعيبه في مصر نزل قوي، ما بقاش فيه اي متعه، ما بقاش فيه لعيب عنده، ما فيش لعيب خارق. حتى صلاح ما بيجي هنا منتخب مصر ما هو مش خارق، هو لعيب كبير بس مش خارق. تريزيجيه ما خلاص بيخلص، زيزو بيخلص، عندك لعيبه مجتهده، لعيبه كويسه، لكن مش لعيبه خارقه ولا اصحاب مواهب. هم اللي بنشوفهم في الدوري المصري، هم وعليهم 2 3 من بره وخلصنا على كده. فهو القماشه نفسها مش قماشه قويه ولا ممتعه ولا اي حاجه. احنا فقدنا الشغف في منتخب مصر لان مفيش كره ممتعه بتتقدم، لان احنا اصلا ما بنلعبش كره ممتعه في الدوري المصري بتاعنا، ودوري كله على مستوى الاثاره هو مثير، ولكن على مستوى التنافسي هو ضعيف، لان اللعيبه كلها شبه بعض ومفيش فلاتات ولا مواهب. اذا رساله للاعلام: لا تضخم من الانجاز وحطه في مكانه الطبيعي، واحنا مش فرحانين لانه عادي، وما تفرحوناش بالعافيه، وما تجبرنيش ان انا افرح. انا عادي يا عم، اتأهلت عادي، تمام. اما نروح يا عم وسط ال 48 فريق ونشوف هنعمل ايه، ساعتها بقى افرح بقى لو عملت انجاز زي المغرب او قريب ليه افرح. قبل كده لا. فيلا بقى سريعا كده نرجع بقى للمهاترات الداخليه بتاعتنا. ان الاهلي جاب مدرب، الزمالك عايز يمشي مدرب، جون ادوار عمل ايه، ارض الزمالك فين. نرجع بقى الاعلام بيرجع بقى ويفككوا من الاسطوانه المشروخه بتاعت انجاز منتخب مصر ومبروك والكابتن هاني ابو ريده والافشخانات دي كلها وتحيا سياده رئيس راعي الرياضه والرياضيين. كل الكلام ده يا جماعه ما تزوقوش الحقائق. احنا ما عملناش الانجاز الحقيقي لسه ما اتعملش، والمفروض ان احنا نخطط للانجاز ده من دلوقتي نشوف هنمشي حسام ولا هنخليه يبقى نحط خطه لكاس العالم، ونحط خطه لاستعداد لكاس العالم هتبقى عامله ازاي، نديله معسكرات، نديله ماتشات، ننوع له في الماتشات الوديه، نوفر له كل الادوات اللي تخليه يقدر ان هو يعد فريق خلاص. ونشوف المجموعه اللي احنا هنبقى فيها في كاس العالم ان شاء الله عامله ازاي، ومن انهي مدارس كرويه، ونبتدي نجهز ماتشات وديه وهكذا. ونحط سياسه للمعسكر اللي هناك، ما تبقاش زيطه وميغه، تمام، زي كل مره ما نروح زي اللي هو محدث نعمه بيروح ينبهر بالاجواء واللعيبه بتفك واللعيبه والجمهور بيتصور مع اللعيبه والعيشه واللي عايشينها واللي انتوا عارفينه ده. عموما انا حبيت اوضح بس وجهه نظر انا في تاهل مصر لكاس العالم، وبوثقها لان اعتقد ان احنا ممكن نحتاجها بعد كده. اشوفكم ان شاء الله في اول مباراه للنادي الاهلي تحت قياده المدرب الجديد يستروب. هنشوف بقى ده عامل ازاي، وربنا يستر. اشوفكم ان شاء الله على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.